بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة زملكاوي. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهاردة عندنا فيديو مهم جدا، فياريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. المواضيع اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة هي تشكيل عصابي في الزمالك، عودة مرتضى منصور بقضية ضد الزمالك، رسميا رفع الحجز عن نادي الزمالك. السلام عليكم. طبعا الأستاذ حسن المستكاوي هو واحد من أهم وأكبر النقاد الرياضيين في مصر. اتكلم عن ملف أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، وقال إن ربما قرار مجلس إدارة نادي الزمالك يكلف النادي مباراة أو بطولة أو موسم، ولكن في النهاية هو قرار لمصلحة كيان نادي الزمالك، والفرض المزيد من الالتزام على فريق كرة القدم بل وكل الفرق الرياضية الجماعية داخل النادي. هذا الكلام بيلخص كل شيء عن مباراة بيراميدز اللي هي هتكون النهاردة، وإن أي نتيجة في مباراة بيراميدز أرجو إن احنا نكون سعداء بالقرار بتاع مجلس إدارة نادي الزمالك ضد اللاعبين، لأنهم ارتكبوا جريمة ومش لأول مرة بترتكب هذه الجريمة. كان لازم القرار يكون بهذه الصرامة وهذه القوة. طبعا أحمد فتوح هو حديث الساعة في الكرة المصرية أو على كافة البرامج والسوشيال ميديا، والسوشيال ميديا ما عندهاش غير فتوح وأزمة فتوح، طبعا نظرا لأهمية اللاعب. وطبعا خرج علينا وكيل فتوح وقال إن هو مش هيحضر التحقيق، ولكن فتوح حضر التحقيق. ويقال كمان ان عمرو الجناني هو اللي اقنع فتوح بان هو يروح التحقيق. احمد فتوح راح التحقيق في نادي الزمالك وجلس مع المحقق واعترف وقال: خرجت للعشاء مع زميلي محمد صبحي ومصطفى الزناري، ولكن لم اخرج للسهر كما تحدث البعض، وان هذا الامر ليس ازمة في الفريق، خاصة وإن سبق وإن حدث من أكثر من لاعب سواء استقدام عشاء للفندق أو الخروج لشراء أكل أو العشاء خارجا. الفريق بيدخل المعسكر بشكل فردي بعد انتهاء المباراة بسيارتهم وليس في حافلة الفريق إلى الفندق، وإنهم وضعوا ملابسهم في غرفهم وتحركوا للعشاء. الزناري وصبحي عادوا للفندق بالفعل، وأنا تم إبلاغي عن طريق الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة بعدم العودة، والتزمت بقرار الكابتن عبد الواحد السيد وروحت. طبعا احنا من هذا الكلام بنلاحظ حاجة معينة، بنلاحظ بعد ما خلص كلامه أحمد فتوح، هتلاحظ حاجة ان المعسكر ده كان فيه حالة تسايل ومفيش سيطرة على الفريق، وان نادي الزمالك ظروفه محتاجة شدة في التعامل علشان يبقى فيه سيطرة حقيقية على الفريق وفي كل الامور. ده بالنسبة لموضوع احمد فتوح، لان موضوع احمد فتوح هو الموضوع اللي هو حديث الساعة في الكرة المصرية، وهو كل الكلام عليه في كل البرامج والسوشيال ميديا. من الكلام ده هتلاحظ ان موضوع العشاء ده كان بيحدث من زمان، ان هم كانوا بيسيبوا المعسكر، مش هو بس، اكتر من لاعب، يعني هم 3 ويقال كمان في 2 لاعيبة كانوا بيخرجوا كمان من المعسكر عشان او ان هم بيجيبوا اكل من بره او بيخرجوا من المعسكر، وده طبعا غلط وده لازم يتغير وبسرعة. ده بالنسبة للموضوع الأولاني. الموضوع الثاني هو موضوع المستشار مرتضى منصور حرر محضر ضد نادي الزمالك. ليه؟ لأن الناس دخلوا مكتب مرتضى منصور وكسروه، اللي هي بيقال اللجنة، وهو رفع قضية على نادي الزمالك. مرتضى منصور طبعا بيتهم مجلس حسين لبيب أولا بفقدان مبلغ مالي 40,000 دولار و50,000 جنيه و22,000 ايرو، كما اتهم ايضا بفقدان ساعتين رولكس و2 اجهزة لابتوب
وشاشة 75 بوصة. المفروض طبعا ان اللجنة لما دخلت نادي الزمالك استلمت المكتب وسلمت المكتب للإدارة الجديدة. طبعا ديت القضية اللي هتكون موجودة في الساحة في الفترة اللي جاية. ده بالنسبة للمستشار مرتضى منصور. رسميا في خبر حلو وجميل لجمهور نادي الزمالك، رسميا رفع الحجز عن نادي الزمالك. اليوم رفع الحجز عن نادي الزمالك، والاتفاق تم على ان المبلغ اللي على نادي الزمالك لمصلحة الضرائب سوف يتم جدولته على 9 سنوات. الزمالك دفع 61 مليون جنيه لمصلحة الضرائب والباقي على 9 سنوات. حساب نادي الزمالك كان فيه كام؟ 57 مليون جنيه، والزمالك دفع من جيبه الخاص او من عنده 4 مليون جنيه، وبذلك مصلحة الضرائب خدت 61 مليون جنيه. يعني الزمالك في آخر المطاف ده كله دفع 4 مليون جنيه بس علشان يقدر يرفع الحجز من مصلحة الضرائب. يبقى حجز واحد وحجز ممدوح عباس. ممدوح عباس فك الحجز عن الأرصدة بس دون التنازل عن فلوسه. يعني ممدوح عباس له فلوس عند نادي الزمالك، وعلى نادي الزمالك ان هو يدفع الفلوس ديت. يعني ممكن يحجز على نادي الزمالك تاني لان هو لم يتنازل عن الفلوس دي. الفلوس ديت لسه موجودة، ان الزمالك لازم يدفع الفلوس دي. يعني نادي الزمالك ما زال تحت رحمة ممدوح عباس في ان هو يدفع الفلوس. طبعا ديت بتعتبر اخبار كويسة جدا، انك انت بترفع الحجز، انك انت قعدت مع احمد فتوح. ولكن الخبر اللي مش حلو هو ان المستشار مرتضى منصور هيقوم بقضية ضد نادي الزمالك. ده بالنسبة لموضوع النهاردة. طبعا بنتمنى التوفيق النهاردة لنادي الزمالك ان هو يكسب بيراميدز، وبإذن الله احنا متفائلين بالرغم من الغيابات الكتيرة، ولكن بإذن الله الزمالك يقدم مردود كويس. ده بالنسبة لفيديو النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.